في الجوبير من تحت الحته هي. طبعا دي كتان ما فيهاش اي رسمه غير في القطعه اللي تحت بس. الحته دي جميله جدا لو انتوا عايزين دي. طبعا شايفين الرسمه بتاعت دي، الرسمه دي جميله الرسمه، ومن تحت نفس النظام. طبعا في منها كميات. شايفين برضو الرسمه دي، تحس ان هي دي طبعا لو انتوا جربتوا الكاميرا منها تحس ان فيها خراص. الحته دي تحس ان فيها خراص اهي، تحس ان كلها خرز، مش حاجه معموله فيها اهي. دي كلها بتتحط تحت البراجع دلوقتي. طبعا البراجع دلوقتي ما عادتش موضه، كل الستاير اللي نازله دلوقتي. شوفي بقى الرسمه دي جميله. شايفين الرسمه دي؟ الرسمه دي تحفه تحفه تحفه. شايفين الرسمه دي؟ دي بقى في التشطيب بتبقى جميله. شايفين الرسمه؟ جميله باينه اهي. دي تحفه، دي جميله يعني. دي في التشطيب ساعه ما بتتفصل ديت هتبقى مثلا ادي متر، حوالي يعني حوالي متر ونص، يعني تعتبر شباك، تتعمل على قد شباك. شايفين بقى الرسمه الجنب دي؟ الرسمه دي تحفه بقى. الرسمه دي جميله وكبيره، وفي من دي كتير، في من الرسمه دي كتير خالص اهي. شايفين الرسمه دي؟ وتقيله ماهيش خفيفه، والكيلو بيوزن كتير، يعني ممكن 3 4 ستاير ممكن يوزنوا كيلو واحد، والكيلو ماهوش غالي، الكيلو مش غالي خالص. والحته دي برضو الناس اللي بتحب التغيير، الناس اللي بتحب تغير. شايفين دي رسمتها؟ في فله صغيره كده على الستاره من فوق اهيت اهي. طبعا الحته اللي تحت تقيله، تحس ان هي فيها خرز، تحس ان الحته دي فيها خرز كده اهي. ثواني هجربها لكم برضو. طبعا برضو في من دي كميات، في من دي كميات. شوفوا الرسمه التحفه دي بقى كمان. شايفين الرسمه؟ الرسمه دي جميله جميله جميله. الحاجات دي لما تتفصل ويبقى فيها كشكشه بتبقى جميله في تحت الستاره، بتبقى جميله تحت الستاره. في كميات كتير، اللي عايز كميات في كميات. ودي برضو الله جميله دي. شايفين الرسمه بتاعتها؟ الله، انا ما شفتهاش غير دلوقتي. دي حلوه قوي اهي. شايفين الرسمه بتاعتها؟ ومن تحت برضو دي بقى ممكن حتتين جنب بعض. لو دي مثلا مش هتكفي، عايزينها 3 متر ولا حاجه، دي بتجيبي واحده زيها كمان. وطبعا الخياط او الخياطه بتعملها لك، دي ما بتبانش خالص خالص. بس الحته دي جميله، الحته دي عجبتني جامد. نحطها على جنب. هوريكم كل الرسومات اللي موجوده. دي برضو الرسمه بتاعتها في من دي رسومات كتير، يعني دي ممكن في منها ممكن تكفي شقه بحالها. الله، ودي تحفه. دي في منها حتتين مع بعض اهم يا جماعه، حتتين مع بعض اهمت. انا دراعي وجعني. الله، شوفي الحته دي، شوفي الحته دي جميله جميله. دي معاها حته كمان اهيت، يعني هتكفي شباك، تكفي صاله، تكفي حاجات كتير. دي حلوه حلوه حلوه. اللي عايز ستاير بالكيلو ممكن يكلمني ويبعت لي على الخاص. هشوفكم في فيديو جديد. الرسمه دي جميله جميله جميله. الحاجات دي لما تتفصل
ويبقى فيها كشكشه، بتبقى جميله في تحت الستاره، بتبقى جميله تحت الستاره. في كميات كتير للي عايز كميات، في كميات. ودي برضو الله جميله دي، شايفين الرسمه بتاعتها؟ الله انا ما شفتهاش غير دلوقتي، دي حلوه قوي اهي. شايفين الرسمه بتاعتها؟ ومن تحت برضو دي بقى ممكن حتتين جنب بعض، لو دي مثلا مش هتكفي عايزينها 3 متر ولا حاجه، دي بتجيبي واحده زيها كمان. وطبعا الخياط او الخياطه بتعملها لك، دي ما بتبانش خالص خالص. بس الحته دي جميله، الحته دي عجبتني جامد، نحطها على جنب. هوريكم كل الرسومات اللي موجوده. دي برضو الرسمه بتاعتها في من دي رسومات كتير، يعني دي ممكن في منها ممكن تكفي شقه بحالها. الله ودي تحفه اهي. الستاره اهيت، الستاير دي بالكيلو. الكيلو النهارده ممكن يعمل لك 3 4 ستاير من دول، الكيلو يعمل 3 4 وحدات من دول. طبعا والشريط بتاعها مش غالي، الشريط مش غالي، تكلفتها مش غاليه. اهم حاجه الستاير اللي بالكيلو بتبقى ارخص بكتير من الستاير اللي هتشتريها بالمتر. المتر من ده بيبدا من 85 لحد 250 جنيه، يعني ديت الستاره منها الكيلو بيبدا من 175 جنيه. ديت الستاره دي اللي انتوا شايفينها دي الكيلو بيبدا منها من 85 و100 جنيه و120 جنيه. فطبعا انتوا لما تاخدوا كيلو، شوفوا الكيلو هيعمل قد ايه، هيعمل كام ستاره، يعني هيعمل كتير. الستاره من دي هتعمل كتير جدا. شايفين الشغل اللي على الستاره عامله ازاي؟ يعني دي هتبقى في اهيت. الستاره دي لما تتفصل هتبقى تحفه، هتبقى تحفه. فانا بنصحكم ان الستار اللي بالكيلو دي مفيش احسن من كده. وهجيب لكم دفايات بالكيلو، سجاد بالكيلو، في حاجات كتيره جدا بالكيلو، يعني كل حاجه موجود منها بالكيلو. يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون فيديو لذيذ ويعني يناول كل الجميع فيكم يا رب. فانا دلوقتي يعني حبيت ان انا يعني اوضح بالستاير ديت، وان شاء الله هجيب الدفايات. والدفايات دي هتبقى بالكيلو برضو. اللي عايز دفايات بالكيلو في توصيل لاي مكان، اي حد عايز في اي مكان انا ممكن اشحنها له. اشوف وشكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد ولقاء جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس واحلى فانز ليا في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعه، انا النهارده جايه لكم بفيديو. طبعا انا كنت مونت عليه قبل كده على الفيس، وقلت لكم الستار اللي بالكيلو، وقلت لكم هي مش هتبان الا بعد ما تتفصل. طبعا الستاره انا وريتها لكم اهيت. الستاره دي وهي لسه قماش ما اتفصلتش خالص. الستاير دي بالكيلو، انا قلت لكم الستاير دي بالكيلو. بصوا بقى الستاره لما انا خيطتها وعملتها، الستاره اهيت اهيت، الخامه بتاعتها اهي جميله جدا. وهوريها لكم برضو وانا حطاها في الماسوره بتاعتها، وهتشوفوها وهتشوفوا شكلها. والستاير اللي بالكيلو ديت بتبقى طبعا فيها وفر كتير، بتبقى فيها وفر كتير جدا. طبعا دي بتبقى ورا الستاير. انا هوريكم بس شكل الستاره وهي محطوطه، وان شاء الله هجيب الستاير اللي هي التقيله اللي هتبقى قدامها اهي. بصوا يا جماعه اهي، لازم الكشكشه بتاعتها تبقى كتير كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الستاره عامله ازاي اهي. دي الستاره بعد ما اتفصلت وبعد ما اتعمل، ستاره جميله جدا اهي. دي طبعا لما تتحط
السلام عليكم. بصوا يا جماعه، انا جايبه لكم النهارده موديل يمشي الاثنين، يمشي صيفي ويمشي شتوي، بس هو الاغلبيه ان هو يمشي او خريفي. بس القطعه دي مميزه جدا جدا. هنبدا في القطعه دي. هو سود منه كذا لون، منه كذا لون. ده السود اهو، ثلاث قطع. ده بادي تحت، ودي قطعه فوقه، وده البنطلون بيبقى واسع، ده كده اول قطعه منه، واول موديل منه. والموديل ده كمان اهوت، ده البنطلون اهو بتاعه، قطعه واسعه خالص. والحته دي اصلا طبعا انا كنت عامله فيديو بيه، وهوريكم برضو القطعه اللي بعد كده تفصيل الحته. ادي البنطلون يعني خامه كتان حلو جدا، بيدخل مقاسات كبيره، ده بيدخل مقاسات كبيره جدا. وادي الحته الفوقانيه اللي عليه. هو اصلا النظام بتاعه بيبقى واسع، كده. ودي القطعه الثالثه بتاعته، ده البادي بتاعه، دي القطعه الثالثه بتاعته. ده السود، ده 3 قطع. حته مميزه جدا وشيك جدا.